السلام عليكم. معكم محمد من قناة ثقافة تيب. في هذه الحلقة غادي نهضروا على الوسام الملكي. واش كيتخلصوا عليه، واش كيشدوا معاه شي هدية مثلا او شي مبلغ ديال الفلوس. فقبل ما نبداو اشترك في القناة الا كنتي مازال ما مشتركش، نوصلوها ل 2000 واحد ان شاء الله، ودير معك واحد جيم ويلا نبداو. فكما كنعرفوا كاملين، الوسام الملكي كيتعطى للناس اللي داروا شي انجاز شرفوا به المملكة المغربية او قدموا خدمات متميزة ومهمة، كما هو الحال مع لاعبي المنتخب المغربي بعد الانجاز ديالهم في قطر، واللي كيتمثل في الوصول لنصف نهائي من كأس العالم. فاستقبلهم الملك وعطاهم أوسمة كتكريم على الإنجاز ديالهم، بالإضافة إلى عدة فنانين حتى هما خداو وسام كتكريم. ودرجة الوسام كتختلف من وسام الآخر، حيت كاينين بزاف ديال الأوسمة، ما كاينش غير واحد، ولكن أعلى واحد فيهم هو الوسام المحمدي. وهذا الوسام خصص للملوك ورؤساء الدول والعائلات الملكية. وقبل ما نعرفوا واش كيتخلصوا عليه او كيتعطى عليه جوائز وهدايا، اجيو نشوفوا الانواع ديال الاوسمه اللي كاينين. كاين الوسام العلوي، وهذا الوسام خاص برؤساء البعثات الدبلوماسيه والاعضاء ديالها اللي كيقوموا بالواجب وكيديروا شي حاجه صالحه للمملكه. وكاين وسام الاستحقاق الوطني اللي كيتعطى للموظفين ديال الدوله على الاخلاص ديالهم او الا قدموا شي حاجه متميزه للدوله. وكاين وسام الاستحقاق العسكري، كيكون خاص بالضباط اللي كيقدموا خدمة تدريب الجنود وكيقوموا بالمهام ديالهم، ويقدر يتعطى حتى للجندار والمخزن اللي كيقدموا خدمة جليلة للمملكة. وكاين وسام الكفاءة الفكرية، واللي غير من السمية ديالو راه باينة شي حاجة متعلقة بالفكر، وكيتعطى لرجال ونساء العلم بحال المخترعين المبتكرين وحتى الناس ديال الثقافة والفن بحال الرسامين والكتاب وكاع المجالات المعرفية إلى آخره. وكاين الوسام العسكري اللي السمية ديالو كتشابه مع وسام الاستحقاق العسكري، ولكن ردوا البال راه ماشي بحال. فهاد الوسام العسكري كيتعطى للعسكر او الجندار اللي كيدير شي حاجة سبيسيال خلال الحرب، فكيتكافئ بالوسام العسكري على البطولة ديالو في القتال، وكيتعطى خصوصا للجنرالات اللي تولاو القيادة في الحرب. ثم كاين وسام المكافأة الوطنية اللي فيه درجة الحمالة الكبرى ودرجة ضابط ودرجة قائد ودرجة فارس. ثم كاين وسام العرش، وهو نفس الوسام اللي كانوا خداوه لاعبي المنتخب الوطني مورا كأس العالم. وهذا الوسام كيتعطى للمغاربة اللي قدموا شي حاجة مزيانة للبلاد. ومازال كاينين الأوسمة، فاحنا ماشي الموضوع ديالنا هو أنواع الأوسمة، فما غاديش نفصلوا فيها أكثر. فالناس اللي كياخدوا شي وسام راه كتعطاهم واحد الشهادة فيها الطابع الملكي الشريف، ولكن ما كتعطاهم حتى كيتسجلوا في ديوان الأوسمة. وباش يتسجلوا في ديوان الأوسمة خاصهم يخلصوا واحد الأداء، وهذا الأداء كيكون على حسب كل وسام. ايه كما سمعتي، راه الوسام ما كيتخلصوش عليه، راه فقط تكريم، ما كتعطى معاه لا هدايا لا جائزة، بل كيزيد هذاك اللي خدا وسام يخلص باش يتسجل في ديوان الأوسمة. ايه راه كيخلص من جيبو للخزينة العامة رسوم الوسام، وكل وسام عنده واحد المبلغ محدد كيتراوح ما بين 5 دراهم حتى 100 درهم. فحتى لهنا غادي يكون الفيديو ديالنا سالا، وكنبغي نشكر الناس اللي تفرجوا في الفيديو كامل. ما تنساش معك متابعة الا كنتي مازال ما متابعناش، وصيفط الفيديو لصحابك، والسلام عليكم.